كلنا عارفين ان اكتر قدرة مميزة لحكام الدمار هي قدراتهم على التدمير او الهاكاي. طب يا ترى تفتكر عندهم مهارات تانية ولا الهاكاي ميزتهم الوحيدة؟ في الفيديو ده جاي اقولك كل ده بالتفصيل. اول معلومة بقى، وانا متأكد ان هي هتصدمك شوية، تعرف ان في حاكم دمار ومع انه حاكم دمار ما بيقدرش يستعمل الهاكاي؟ هتقولي طب ازاي؟ هقولك انا دلوقتي. حاكم الدمار الآلي اللي اسمه موسكو ده حاكم الدمار الوحيد تقريبا اللي مش بيعرف يستعمل الهاكاي. هتقولي طب ازاي؟ هو حاكم دمار ازاي كده؟ معرفش الحقيقة. ممكن يكون عنده طريقة غير معتادة على استعمال الهاكاي، لكن بيروس كان قال لفيجيتا ان كل مستعملين الهاكاي بيكونوا لابسين حلق في ودانهم زي فيجيتا وبيروس كده. ولو جينا بصينا لموسكو مش هتلاقي عنده الحلق ده، وده يدل على انه مش بيعرف يستعمل الهاكاي. بس برضو لو بصيت هتلاقي موسكو ما عندوش ودان، فمش عارف الحقيقة. بس لو على كلام بيروس فهو مش بيعرف يستعمل الهاكاي كده. نيجي بقى بعد كده لأكتر حاكم دمار محبوب، وهو بيروس طبعا. ومحبوب لانه الوحيد اللي متعمقين في حياته، ولانه في صف ابطال الانمي جوكو وفيجيتا. ايه هي بقى قدرة بيروس؟ بيروس غير انه بيستعمل طاقة الدمار اللي هي الهاكاي، تقريبا هو حاكم الدمار الوحيد اللي بيعرف يستعمل الغريزة الفائقة. وبكده هو بيجمع بين القوتين الاقوى في الانمي، قوة الحكام اللي هي الهاكاي وقوة المساعدين اللي هي الغريزة. وتقريبا هو حاكم الدمار الوحيد اللي بيعرف يستعمل الغريزة الفائقة. ودليلي على كده استعماله للغريزة في بطولة الأكوان اللي كانت بين حكام الدمار، وويس شرح ده لجوكو بطريقة غير مباشرة وقتها، بس قال له إن حتى بيروس مش بيعرف يستعملها 100% ولسه عنده عيوب فيها. بس مع كده ده مخليه في مستوى تاني خالص غير باقي الحكام، وحرفيا كان بيلعب بيهم لدرجة انه اتحرك من بين ايد موسكو ومحدش عرف يشوفه، وخدعهم وخلاهم يروحوا ورا تشامبا على اساس انه بيروس. وكل ده بيروس عمله ومحدش اخد باله منه غير وهو بيطلق هجومه التاني اللي هيخلص بيه عليهم لولا تدخل سيدرا في اللحظة الأخيرة. تاني حاكم دمار معانا بقى أو التالت، وهو بيلمود حاكم الدمار الجوكر. وبيلمود بما انه جوكر ووشه زي المهرج، فقدراته هي استعمال الهاكاي على شكل ورق كوتشينة، ويقدر يهاجم بيه اكتر من شخص في نفس الوقت. وعمل كده في بطولة الأكوان اللي كانت بين حكام الدمار. وفوق كده كمان بيعرف يتحكم في الأشخاص اللي قدامه كلهم مهما كان عددهم، وكتف كل حكام الدمار تقريبا. بعديه نيجي لليكير الذئب صاحب ال9 ديول، وأعتقد إن دي مقتبسة من أنمي ناروتو، واللي ظهر لنا في المانجا إنه بيضرب من الديول دي طلقات كي عادية ومش تدميرية، ما فيهاش طاقة الهاكاي يعني، بس يقدر يوصل 9 مع بعض في نفس اللحظة. وممكن يكون بيقدر يتحكم في نوع طلقات الكي اللي بتطلع من الديول دي. معرفش بالظبط الحقيقة، ده ما جاش في المانجا فمعرفش، بس ممكن واحتمال وارد. بعد كده نيجي للفيل راموشي، وقدرته هي زئير الحرب. وويس وصفه بانه صاحب اقوى رئة في كل الاكوان، وده بيسمح له يسحب كمية هواء كبيرة، وبيقدر بسبب كمية الهواء دي انه يطلع صوت زئير شبه زئير النمر. وزئير النمر لو ما تعرفش، لو انت قريب كفاية منه بيصيبك بشلل مؤقت لحد ما ياكلك، وفي الاغلب مش هتحس بحاجة لانك في وضع مشلول وشبه مغمى عليك، وكل ده من صوت الزئير وبس. ودي نفس قدرات الراموشي، بيشل اللي حواليه بالزئير ده وبيمشي يخلص عليهم واحد واحد. نيجي بقى لحاكم الدمار سيدرا اللي انقذ كل الحكام من هجوم بيروس المباغت، واللي محدش عرف يشوف هو عمل ايه بالظبط بسبب سرعة الغريزة. سيدرا ده بقى ايه قدراته وانقذهم ازاي؟ سيدرا بيقدر يعمل اقوى دروع في الكون تقريبا، وهو الاسرع كمان في الموضوع ده، فلحق في اخر لحظة من هجوم بيروس انه يعمل درع ينقذ بيه كل حكام الدمار اللي بيروس كان حرفيا بيلعب بيهم، وهو واحد منهم كمان على فكرة. اما بقى كيتيلا اللي الناس بتقعد تقارنه ببيروس، اعتقد ان قوته جسدية اكتر من اي حاجة تانية، لانه كان كسب بيروس
في ماتش ريست، ولكن لما بيروس استعمل الغريزة اتخدع زيه زي الباقي عادي، وهو كمان اللي قال لباقي الحكام على تشامبا وبيروس مطيره في الجو، وكان بيحسبوا بيروس اصلا، وهو كمان اللي خلاهم يروحوا يهجموا عليه. فاعتقد كقوة جسدية ممكن يكون في قوة بيروس او اقوى منه شوية، لكن في مبارزة او استعمال للقدرات فعلا بما ان بيروس معاه الغريزة الفائقة فاكيد بيروس معاه الكفة الكسبانة. انت ايه رأيك بقى في كل الكلام ده؟ قول لي في الكومنتات، وتفتكر ايه هي قدرات باقي الحكام؟ قول لي في الكومنتات برضو تاني، وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل الجرس. وبس يا صاحبي، كده الفيديو يكون وصل لاخره. ولو بتحب فيديوهات مقدار قوة الشخصيات، لسه اخر فيديو عاملينه مقدار قوة بيروس، وعملنا برضو مقدار قوة مورو، ومقدار قوة بلاك فريزا، ومقدار قوة جرانولا، ومقدار قوة فيجيتا، ومقدار قوة برولي. وبس يا صاحبي، كده الفيديو يكون خلص. سلام.